اجازه نص السنه هي فرصتك الذهبيه انك تلحق نفسك في ثانويه عامه مهما كنت متاخر، ودول اهم 5 حاجات تعملهم عشان تطلع منها باقصى استفاده. اول حاجه تاخد يوم اجازه ما تعملش فيه اي حاجه خالص، تخرج تقعد مع اهلك صحابك تنام، تاخدوا كل راحه تفصل فيه من المدعكه اللي فاتت دي كلها. تاني حاجه تجيب ورقه وقلم وتكتب فيها بالتفصيل ماده محتاج ايه تعيد عليه مذاكره في الاسبوع ده. مثلا الكيمياء عندك مذاكره الباب الثاني وحل عليه من كتاب الامتحان، او الفيزياء مذاكره الدينامو وحل عليه من كتاب نيوتن، وهكذا. تالت حاجه هنقسم المذاكره دي على الايام اللي عندنا بالعقل وبمنطقيه، بلاش الجداول الخزعبليه اللي بتعقدنا في حياتنا وبنعملش منها حاجه في الاخر. رابع حاجه مهم جدا تعملها خلال الاسبوع ده هو انك تنام كويس جدا. نام براحتك من غير منبه ومن غير ما حد يصحيك، كده كده اليوم هيبقى كله قدامك ما فيهوش لا دروس ولا مواصلات ولا وقت ضايع. اهم حاجه انك ترتاح وتاخد كفايتك من النوم عشان تقدر تكمل. خامس حاجه ما تحطش ديدلاينز ولا وقت محدد لاي حاجه بتذاكرها، يعني اهم حاجه تخلص مذاكره الجزء اللي بتذاكره وكانك هتمتحن عليه بكره الصبح. مش مهم تذاكره بقى في 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، المهم تذاكره مذاكره امتحان، ولازم بعد ما تخلص مذاكره تطبق على اللي ذاكرته من اي كتاب. الاسبوع ده ناس كتير هتبقى شايفه ان الافضل انك تاخده كله اجازه، وده ممكن يكون افضل لبعض الناس، ولكن من تجربتي الشخصيه ان اللي عملته في الاسبوع ده قعدت اشكر نفسي عليه لاخر يوم في السنه. وانا معاكم في الكومنتس لو حد حابب يسال على اي حاجه، هسيب الامتحان اللي عندي واقعد ارد على اسئلتكم، وان شاء الله اشوفكم كلكم محققين احلامكم.